شكرا جزيلا اخي العزيز. وطبعا بعد كل هذه المقدمات يعني الامانه العامه لجامعه الدول العربيه كان شرفتها دوله قطر بدعوتها للمشاركه في الاعداد والتنظيم لهذا المؤتمر الكبير، وهو مؤتمر كما استمعنا من الساده المتحدثين هو مؤتمر مهم للغايه، لانه يرسل رساله للعالم بان قطر لا تقف وحدها، وقطر تحظى بتضامن عربي اسلامي واسع. يمكن حضراتكم كاعلاميين استمعتم من خلال الشاشات الى المداخلات التي ادلى بها القاده والرؤساء والملوك ورؤساء الوفود، وكانت جميعا تعبر عن وقوف كل هذه الدول الى جانب دوله قطر في هذا الظرف الاستثنائي. ايضا يهمني هنا ان اضيف انه في عده امور تبلورت من خلال البيانات التي ادلت بها الوفود وادلى بها القاده. الامر الاول هو استنكار وادانه استهداف الوسيط والمفاوض. الوسيط والمفاوض هما عضوان في معادله كبيره لاي نزاع واي صراع، لابد ان يتم الحفاظ عليهما وعدم التعرض لهما باي شكل من الاشكال. دوله قطر تقوم بوساطه في هذا الملف، وهي وساطه حميده ومستقره ومعها جمهوريه مصر العربيه وايضا الولايات المتحده. هذا الدور لابد ان يتم الحفاظ عليه. دور الوساطه مهم ولابد الا يتم التعرض له من اي جانب. النقطه الاخرى ويمكن هي لم تعكس في البيان ولكنها كانت موجوده في عدد كبير من مداخلات القاده ورؤساء الوفود، هي النقطه الخاصه بالوضعيه المارقه لدوله الاحتلال الاسرائيلي. هذه الوضعيه ربما البعض يعتبرها يعني تحصيل حاصل، ولكن ما حدث مع قطر والاعتداء والعدوان الاسرائيلي على قطر يكرس هذه الوضعيه بوضوح، ويجعل امام العالم هذا الموقف موقفا واضحا ان هذه الدوله هي دوله مارقه عن القانون الدولي ومارقه عن النظام الدولي، وتتصرف بشكل لا هو حضاري ولا هو لا يمت للسلوك المقبول دوليا باي شكل من الاشكال. وهذه المفاهيم كانت حاضره في بيانات ومداخلات القاده ورؤساء الوفود اليوم. فباختصار ودون ان اطيل على حضراتكم، المناسبه كانت مهمه والحضور كان حضورا قويا ومهما، ونعتقد أن مخرجات هذا الاجتماع هي مخرجات ترتقي إلى الضرورة التي وجدنا أنفسنا فيها. وأدعوكم إلى الاطلاع على هذا البيان بشكل دقيق، لأنه فيه من عناصر الموقف السياسي الإسلامي العربي ما يجعلنا نرتاح إلى أنه في النهاية الموقف العربي الإسلامي هو موقف متماسك في وجه هذا العدوان الإسرائيلي. شكرا جزيلا.